السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم. قدر الله ما شاء فعل. اكيد انت عرفتم من العنوان بتاع الفيديو اللي حصل ده شيء، طبعا ما كنتش متوقعه خالص، بس ربنا الإرادة والحمد لله اللي جت لغايه كده. الشفاط والبوتاجاز اللي كنت بقول لكم هعمل لكم فيديو واغسل الشفاط معاكم والبوتاجاز، كنت بعمل مكرونه عادي خالص والزيت طشطش عمل نار. النار مسكت في الشفاط، دخل من الاخرام بتاعه الشفاط ديت ودخل جوه عند الاسلاك بتاعه الموتور، اتحرق من جوه. الشفاط اتحرق من جوه. بقيت مش عارفه اعمل ايه. النار بتاعه الزيت طفيت والنار مسكت في الشفاط من فوق، وبقيت انفخ وهبت في الشفاط، مفيش، عمل قفله وبقى يعمل فرقعه جامده خالص. فضلت اجري لغايه البلكونه واصرخ وانده الناس اللي تحت. طلعوا لي الناس اللي شغاله معانا، قعدوا يجيبوا ميه ويدلقوا جامد، غرقوا الدنيا ميه، مفيش برضو. النار كانت بتعلى وبتزيد. نزلوا بسرعه جابوا طفايه الحريق وغرقوا الدنيا بقى بالبودره بتاعت الطفايه بقى ديت، هي اللي جابت من الاخر يعني. وفصلوا لي الغاز لغايه اخر اليوم، والدنيا كده زي ما انتوا شايفين. قدر الله ما شاء فعل. مش هقول لكم زعلانه على الشفاط قد ما انا مصدومه من اللي حصل. وربنا ليه اراده اكيد باللي حصل. لقيت ان هي بس هي الوحيده اللي انا صعبانه عليها، وعماله تروق معايا وبتقول انا بمسح البطاطا يا ماما عشان انت صعبانه عليا وبروق معاكي. كل شيء اتبهدل وكله كان بيجري بالجزم وعمالين نكب ميه. بصوا من الدنيا غرقانه ميه، كل الدنيا اتبهدلت، كل الدنيا اتبهدلت. اللهم لك الف حمد والشكر ليك يا رب. الوضع ما بيبقاش زي ما احنا محددين وزي ما احنا مرتبين خالص. ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل القضاء احنا ما نبقاش عارفين نعمل ايه. انا ساعتها مش عارفه اعمل ايه غير لا نجري، ومش عارفه اعمل ايه غير كده. خلص الموضوع. اللهم لك الف حمد وشكر ليك يا رب، من غير ما احنا يحصل لنا حاجه. اللهم لك الحمد. وكان عندي شويه مواعين غسلتهم، مش كل شويه بقى اغسل معاكم المواعين. وبعد كده رحت ايه، هدى بقى البوتاجاز. طلعت بقى الحوامل بتاعه البوتاجاز ديت وقلت اغسلها معاكم واحده واحده. والله اللي حصل ده كان عايز خرطوم ميه وترش بيه المطبخ كله من فوق لتحت، لان المطبخ كله كان مليان بودره. بس انا قلت بقى اعمل حاجات مؤقته كده تخليني اقدر اتعامل يعني مع الوضع وتعدل النفسيه شويه، وبعد كده واحده واحده اعمل على قد ما اقدر يعني. ابتديت بقى اغسل الحوامل واحده واحده، وكنت رش عليها مسحوق اللي هو مذيب الدهون ده، بس مش عارفه ليه ما كانش عاجبني المره دي، ما كانش بيسيح اي دهون. ممكن بقى مده الصلاحيه عدت عليه ولا ايه، مش عارفه. بس انا رشيت عليه شويه وبعد كده ابتديت اغسل واحده واحده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جميع اعمالي كلها صالحه ولوجهك الكريم خالصا. قدر الله ما شاء فعل. اللهم لك الف حمد وشكر ليك يا رب. غسلت بقى الحوامل كلها وبدأت اشطفها معاكم، وارجع بقى على البوتاجاز اللي مليان ميه، كميه ميه كتير. انا اصلا في الطبيعي لما بغسل البوتاجاز بمسحه بس مسحه بسيطه، ولو في اي دهون بشيلها، ما بكبش عليه ميه خالص، مش بدلق عليه ميه خالص يعني. فهو كميه الميه عليه قد ايه من كتر ما احنا دلقنا ميه كتير خالص على الشفاط. بس اللهم لك الف حمد. كل ما افتكر الموضوع بس ربنا سبحانه وتعالى بيسرها علينا يعني. تعبني جدا جدا، وانا اصلا ما بحبش اضغط نفسي في الطبيعي، ما بحبش اضغط نفسي. لما اجي اروق بروق حاجه حاجه، ما بضغطش نفسي مره واحده. ابتديت بقى احط الفوطه واخد ميه من على البوتاجاز واعصرها واشطفها تاني. كل شويه اعمل كده لغايه ما خلصت الكميه كلها. وكميه بودره بقى كتيره خالص. انا اول مره اعرف طفايه الحريق
بتخرج بودرة. يعني ممكن تكون انت تستغرب، انا مش عارفة، بس فعلا انا ما كنتش اعرف. وريحة البودرة بقى ديت صعبة جدا جدا. اللي كانوا بيطفوا الحريقة ديت ما كانوش قادرين، وكانوا حاطين رابطين قماش، وكانوا بياخدوا يطلبوا منه قماش يحطوهم على بقهم. ما كانوش قادرين يستحملوا الريحة خالص، وخرجونا بره وفتحنا الشبابيك، والدنيا كانت صعبة. اللهم لك الحمد. انا بقى رشيت مذوب الدهون على البوتاجاز كله، بس ما حسيتش باي فرق. مش عارفه ليه بقى، هو باظ بقى ولا عندي من زمان؟ ما اعرفش. غسلت حته حته بقى وشطفتها. خلي بالكم ده مش غسيل بوتاجاز في الطبيعي، يعني انا بحاول الم الدنيا بس، وبعد كده هروق واحده واحده. لما احط المذيب بتاع الدهون ده بحب البس جوانتي، عشان خاطر يعمل التهابات في الايد وكشكشه كده، وبتخلي الايد خشنه ومش كويسه. بس انا ما لقيتش جوانتيات عندي، فتعاملت بايديا بقى. حاولوا بقدر الامكان لما تيجي تتعاملوا مع المواد ديت بتاعت المنظفات ديت تكونوا لابسين جوانتي، علشان خاطر بتبوظ الايد خالص. طبعا زي ما قلت لكم انا بغسل على قد ما بقدر كده، مش غسيل 100 يعني، عشان خاطر برضو ألملم بس الدنيا كده. وبعد كده بإذن الله بإرادة ربنا هصور معاكم وانا برتب المطبخ واحدة واحدة بإرادة ربنا، عشان خاطر احنا بنقدر شيء وربنا سبحانه وتعالى بيكون ليه إرادة تانية ووضع تاني. بس فعلا ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل البلاء علينا بينزل معاه اللطف من عنده. اللهم لك ألف حمد وشكر ليك يا رب. طبعا لما شلت البودرة من على البوتاجاز وشلت المية الكتير اللي كانت على البوتاجاز، حاولت بقى امسح البوتاجاز بطريقة عادية خالص على قد ما بقدر يعني. ما خرجتش كل جهدي فيه، بس يعني حاجة كده نوعا ما. ولحد الاخر لغاية اخر حاجة وانا بعمل ايتم مصممة تروق معايا، مش هسيب اي حتة بيضة يا ماما، لازم اروق كل حاجة. ربنا يبارك في عمرك ويجعلك بره ليا يا قادر يا كريم يا رب. ما شاء الله، انت تعملي كل ده لوحدك يا ماما؟ انا ما اقدرش اسيبك، حطي لي حاجه واقف عليها واعمل لك كل اللي انت عايزاه يا حبيبتي. بصي ما شاء الله ما شاء الله عليها، ربنا يبارك في عمرها ويبارك في عمر اولادكم جميعا يا رب العالمين. فالحمد لله، اللهم لك الف حمد بكل اللي ربنا يديهولنا يا رب العالمين. ربنا لما بيدينا حاجة او مصيبة او بلاء بينزل معاه تخفيف، والله العظيم. انا لما اكون متضايقة وبلاقي كلمة حلوة خرجت من اولادي ما كنتش اتوقعها ولا طبطبة، بحس ان ده من ربنا سبحانه وتعالى. لما بيديني حاجة تضايقني بيديني معاها لطف وطبطبة، يعني حاجة كده ترفه عني ومتخلينيش متضايقة. عدينا كل الحوارات دي كلها وحاولت ألملم، وشفت وانا بشد ديت بهدلت الدنيا برضو كده معايا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم، وادعولي دايما بالستر والرضا وصلاح الحال. انا بحبكم جدا يا عيلتي التانية الصغيرة، بإذن الله هكبر بيكم. وادعولي دايما دايما يا رب، مستنى منكم دعاء واستنى منكم ترفعوا لي الفيديو على قد ما تقدروا. واتمنى تكونوا استفدتوا مني ولو بجزء بسيط جدا جدا، وما كنتش تقلت عليكم بكلام كتير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد. ويا ريت بقى لو تقدروا تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا مع اصحابكم، عشان خاطر الفيديو ينتشر وشوفوه اكبر قدر من الناس، علشان خاطر القناة تكبر بيكم، وانا مش هوصل غير بيكم يا احسن ناس في الدنيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اترككم في رعاية الله وامنه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغير هدوم. بس الحمد لله حبيبي ما حدش معايا 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 معايا. ما ايه ده الابيض؟ لا ما هو الحقيقة اصلا. ما بتاع البصارة يا اخويا.